مرحبا، يعطيكم العافية. وصفة اليوم فول أخضر مقلب بزيت الزيتون مع خبز بطحين القمح الأسمر والأبيض مع شوربة عدس بالخضار. وصفة مناسبة لأجواء الشتاء الباردة. قبل ما نبدأ خلينا نصلي على الرسول ونقول بسم الله. بالبداية بحضر العجين. عندي كاستين من الطحين الأسمر، بخلط معهم الطحين الأبيض وحليب البودرة والخميرة والسكر والملح، والمكونات كاملة مكتوبة على الشاشة. بخلط المكونات مع بعض، بعد هيك بضيف المية الدافية بالتدريج حتى أحصل على عجينة طرية. بعجنها على الطاولة مع زيت زيتون حتى تنعم العجين. بعد هيك بحط العجين بجاط مدهون زيت زيتون وبغطيها وبتركها ترتاح على جنب حتى تخمر ويضاعف حجمها. بعد ما خمرت العجين بقطع العجين إلى كرات الحجم حسب الرغبة. بحط قطع العجين بصينية مفرودة ورق زبدة أو مرشوشة طحين. بغطي كرات العجين وبتركها ترتاح تقريبا ربع ساعة حتى تساعدني بالفرد. بعد هيك باخد قطعة من العجين بفردها بمساعدة الطحين. بخلي سماكة الرغيف تكون وسط. بحط الرغيف على فاين مطبخ، بجهز الكمية كاملة، بغطي الخبز وبتركه يرتاح تقريبا ربع ساعة قبل الخبز، ممكن أكثر حسب حرارة المكان. بالنسبة للخبز بمقلاة ساخنة بحط أول الرغيف، بتركه ثواني على الوجه الأول، بعد هيك بقلبه على الوجه الثاني. بستمر بالتقليب حتى ينتفخ الخبز معي ويستوي. الفول الأخضر بزيت الزيتون، بقطع الفول الحجم حسب الرغبة. بحط الفول بجاط فيه مي حتى الفول ما يتأكسد ويسود معي. بعد هيك بضيف بمقلاة زيت زيتون حبة بصلة مفرومة ناعم. بس تتذبل البصلة بضيف الفول، بقلب الفول مع البصل والزيت، بغطي الفول وبتركه على نار هادية حتى يستوي بدون إضافة أي مي. بعد هيك بس يستوي بضيف الملح والفلفل الأسود والكزبرة الناشفة. بضيف كزبرة خضراء وثوم مفروم ناعم وبزيادة زيت زيتون. بقلب ثواني وهيك صار الفول جاهز معي. شربت العدس بطنجرة بضيف زيت زيتون مع جزر وبصل وبطاطا مفرومات ناعم. بقلب الخضار مع الزيت. بعد هيك بضيف العدس الأصفر والبندورة وملح وفلفل أسود وكركم ومرق دجاج. آخر إشي بضيف المي السخنة. بترك العدس يغلي وبشيل الرغوة، بغطي الطنجرة وبترك العدس حتى يستوي. هيك صارت وصفتي جاهزة. بقدم الفول مع العدس والخبز، بقدم معهم كمان بصل أبيض وزيتون وعصير ليمون. وإذا عجبتكم الوصفة بتمنى تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس. كانت معكم خلود رياضي.